بيكم معايا وحلقة جديدة من برنامج تصحيح مسار. النهاردة هتكلم معاكم عن حلقة مهمة جدا بعنوان الخيانة الإلكترونية. هتكلم عن الخيانة الإلكترونية بالنسبة للراجل، وهتكلم عن الخيانة بالنسبة للمرأة. هقول الراجل بيعمل كده ليه والست بتعمل كده ليه، وهحكي لكم بعض المشاكل اللي جات لي على الفيس من خلال تفاعلاتكم معايا. هاخد معاكم فاصل وهرجع تاني. طبعا حضرتك بعد ما بتكتب على الفيس والكلام ده لازم يبقى فيه حوارات في التليفون، ولازم بتقيم العلاقه دي في التليفون. انا مش قادره اتخيل ان الموضوع ده يعني بيبقى فيه لذه واستمتاع. طب حضرتك يعني انت دلوقتي عندك فتور في علاقتك الحميميه. احنا قلنا الحلقه يعني من الحلقات هالنقطه ومن اول الصف ان احنا بنصحح مسار حياتك، فانت لازم تقف مع نفسك وقفه. انا بعمل كده صح ولا غلط؟ عندك ولاد، لو انت شفت ابنك بيعمل ده اكيد هتقوله لا حرام وغلط وما يصحش، وهتخاف عليه وهتخاف على صحته، لان ممارسه العاده ديت هتاثر على صحته لما يكبر ويتجوز. وطبعا كلنا فاهمين وعارفين الكلام ده كويس جدا ومش محتاج شرح اكتر من كده. طب بقى لو عكسنا الموقف وابنك اللي شاف، وجات لي مشكله على الفيس بخصوص الموضوع ده، ولد شاف ابوه، دخل على الاكونت بتاع ابوه وقرا الكلام اللي هو بيشيد بيه مع واحده ست وبالفاظ صعبه جدا. الولد جاله صدمه. طب قول لي كده، الاب ده هيتصرف ازاي؟ انت هتتصرف ازاي؟ حط نفسك مكان الاب، هتتصرف ازاي؟ يعني هتدخل له بمدخل ايه؟ هتعمل ايه معاه؟ انا اقترحت على الراجل، قلت له كلمه راجل لراجل. يعني انت حضرتك لو ابنك شافك كلمه راجل لراجل، بس بشرط، في شروط عشان الموضوع ده، ان انت تتوقف تماما عن ممارسة هذه العادة، وتتوقف تماما على ان انت تقعد تتعرف على كل كبير وصغير. المشكلة عندنا في مصر يا جماعة فظيعة جدا، ان احنا قاعدين للفيسبوك وقاعدين نشيت مع الناس، ولو لو واحده دخلت عملت لك لايك تبقى بتموت فيك، لو واحده دخلت يعني علقت لك على الموضوع يبقى خلاص بقت واقعه في غرامك. الكلام ده مش صح. بدل ما بنستخدم الفيسبوك ده في استخدامات سليمه، في ان انت يعني تتكلم في موضوع مهم، لا احنا بنشتم بعض في السياسه وبنقعد نتريق على بعض ونقعد نصبح على بعض مش عارف ايه، ونقعد ندخل نتكلم في اي كلام فارغ وهايف عفوا. فانا اقترحت على الراجل ده، قلت له كلمه راجل لراجل، ان ده ممكن بيحصل، وان انت ده شيء غلط، وان انت لازم، وان انت هتتوب عن الموضوع ده، وان انت بس يعني برضو الاب بيحس انه انكسر قدام ابنه. لان خد بالك ان الاب ده حاجه كبيره قوي، الاب ده شيء مهم جدا، وله هيبه وله وضع. يعني شوف انت نفسك وانت في سنك ده، شوف انت كنت بتحترم والدك ازاي؟ هل كنت تتوقع ان والدك في يوم من الايام يتصرف زيك كده؟ طب انت احساسك كان هيبقى ايه؟ انا عايزه افهمكم من خلال الرغي اللي انا برغيه ده كله، ان اوعى تفتكر ان ممارستك للرذيله عن طريق الفيسبوك ده صح، ان انت كده بتحاول تنفس عن نفسك. ده انا في رجاله والله العظيم بتشيت مع ستات اجانب بره علشان خاطر ما يتعرفش هم يعني في مصر، وبعدين لي مشاكلهم. طب ما تشوف مراتك، يعني ازاي راجل متزوج يمارس هذه العاده ومراته جنبه؟ ازاي؟ طب ما حضرتك مراتك جنبك، اقعد اتكلم معاها زي ما قلت لكم في اول حلقه بصراحه، وتفاهم معاها، لا انا ينقصني كذا وكذا وكذا. الجزء الثاني انا هتكلم فيه عن المرأة، وهتكلم فيه معاكم على حاجات تانية، وهعرض لكم مشاكل اهم. فاصل وهكمل. انا دلوقتي هتكلم عن المرأة. حضرتك بتتكسفي من جوزك، فبتدخلي على الفيس ولما حد بيتعرف عليكي انت بتردي عليه، وبتبتدي تمارسي العلاقه دي عادي جدا، وبتقولي كل حاجه انت ما بتقوليهاش لجوزك.
يعني ايه الجمال ده؟ انا مش عارفه الحقيقه، يعني مش عارفه، مش لاقياه تعليق اقول. هل حضرتك ما بتتكسفيش من الغريب، ولا عشان انت بتكتبي، ولا عشان انت بتتكلمي في التليفون، ولا عشان ايه بالظبط؟ يعني انت حاسه ان انت فاقده يعني الحنان من جوزك، فاقده الكلمه الحلوه، ان هو مش حاسس بيك، ان هو ما بيشبعش الرغبه عندك، فبتبتدي تمارسي هذه العلاقه مع حد تاني. تبقي عايزه تسمعي كلام حلو مثلا، يعني انت ناقصك الكلام الحلو اللي جوزك بيقوله لك، فبتسمعيه من حد تاني على الفيسبوك، ما بتتكسفيش منه. شكلك يعني في نظر نفسك ازاي؟ بتحسي بايه بعد كده؟ لو بنتك في الجامعه وشافتك بتعملي كده، هتقولي لها ايه؟ هتقولي لها يعني هتبرري ده بايه؟ هتمنعيها ازاي انها تقيم علاقه مع واحد زميلها؟ هتقولي لها لا، يعني انت هتمشي كلامك عليها ازاي وتقولي لها لا ده غلط وده صح ازاي وانت بتعملي كده؟ انا عندي قصه غريبه جدا جات لي، والله العظيم انا عايزه اقول لكم ان انا فعلا تعبت لما سمعتها. زوجه ست بيت متزوجه من رجل اعمال، وحد ناس محترمين جدا، ناس راقيه جدا، واتعرفت في وسط جروب على واحد، وقعد يتكلم معاها ويرغي معاها ويقول لها كلام حلو. طبعا جوزها الى حد كبير ما بيقولهاش الكلام الحلو ده، واتفاجئت يعني الموضوع تطور لحد ما ابتدت تمارس معاه الموضوع ده على الفيس، وبعد فتره مارست معاه الموضوع ده بعلاقه كامله في الحقيقه. المصيبه اللي اكتر من كده ان وهم في النادي وقفت جوزها قدام عشائها وسلموا على بعض، يعني انا قلت لها انت ازاي، يعني يا بنتي ازاي قادره تستوعبي ده؟ ازاي قادره تستوعبي؟ يعني جالك قلب انك توقفي واحد يعني انت عامله علاقه معاه قدام جوزك؟ ما صعبش عليكي؟ يعني احساسك بتنتمي منه مثلا؟ يعني ايه ده؟ ليه وصلنا لمستوى الانحلال ده؟ ليه؟ في قصه تانية جات لي افظع من كده، انه في ان واحد متجوز وواحده متجوزه وبيشيطوا مع بعض وهم تمام جدا في بيوتهم والكلام ده، بس هم عندهم العلاقات الحميميه في كل بيت من البيتين مش سويه قوي او مش بيشبعهم قوي، وبيشبعهم ان هم مع بعض ومتفقين. وجاي لي واحد باعت لي الشات اللي ما بينهم ان هم متفقين انهم اصحاب وان اصدقاء وكل حاجه، ان هم بس بيستمتعوا ببعض الوقت. ايه ده؟ احنا فين؟ ايه يعني ايه ده؟ ايه المستوى؟ ايه الانحلال اللي احنا بقينا فيه ده؟ ليه؟ وعايز حضرتك تطلع جيل كويس، وعايزه حضرتك تطلعي جيل كويس من يعني ازاي انت تبقي بتعملي غلط وتطلبي من ابنك او بنتك ان هو ما يعملش غلط؟ ده لان انت ناقصه مثلا حنان شويه؟ ده لحضرتك ان انت ناقص شويه حنان؟ طب ما انتوا الطرفين. انا صدقني انا في حلقه من الحلقات هتكلم عن تعدد الزوجات احسن كتير من اللي انتوا فيه. لو انت مش مستمتعه مع جوزك سيبيه عشان تبقي قادره بجد. انا عمري ما شجعت الانفصال وعمري ما شجعت الطلاق، بالعكس انا لحد اخر لحظه لازم تقاوموا، لازم تبقوا كويسين، ولازم حياتكم تقام عشان بيتكم، عشان نفسكم، عشان اولاد. مش معقول تبقوا متجوزين بقالكم 15 و20 سنه وتيجي عشان خاطر شويه فطور خلاص الدنيا تقف، نبتدي بقى كل واحد فينا يبص بره. لا، الكلام ده مش صح، الكلام ده خطر كبير وغزو فكري. على فكره الاجانب ما بيعملوش كده، الاجانب اللي بيقيموا صداقات ما بيعملوش كده. فاصل وهكمل معاكم. رجعت لكم تاني وهكمل معاكم، استحملوني الحلقه دي. انا عايزه اقول لكم حاجه مهمه قوي. الراجل اللي بيمارس هذه العادات عن طريق او بيمارس الخيانه الالكترونيه عن طريق الفيسبوك لا يمكن باي حال من الاحوال بيبقى عنده فحول. بالعكس، الراجل ده بيتجاهل مشاعر زوجته وبيرضي نفسه في العلاقه الحميميه ويعني بيخلص بسرعه من الاخر، بيشبع رغبته هو بس.
فهو بيحاول يظهر قدام الاخرين ان هو بقى يعني ما شاء الله عليه، لكن الكلام ده مش صحيح. انا بقول لكل الستات وكل الرجاله اللي بيعملوا كده بالمناسبه، الست نفس الحكايه. الست اللي هي بتعمل كده بتحس ان هي عندها نقص، لان عندها برود جنسي. انا قلت ان انا هجاوبكم على السؤال بتاع الختان ده، هجاوب عليه في اخر الحلقه. طب انت النهارده مش قادر تشبه زوجتك، طب اقف مع نفسك. لو انت عندك مشكله صحيه، على فكره عادي جدا ان انت تروح لدكتور، مش عيب، بس ان الناس بتتكسف. ايه ده اروح لدكتور؟ يا خبر اسود ازاي؟ لا انا كويس. طب يا عم انت كويس وكويس ان انت بتعمل كده، مش حرام ان انت بتمارس، يعني هو ده اقل الحرام مثلا؟ وانت نفس الحكايه لما بتخوني جوزك مع واحد تاني، ده اقل الحرام بالنسبه لك ان انت من بعيد لبعيد؟ طب ما ده بيتطور، بتبقوا عايزين تشوفوا بعض وبتبقوا عايزين تكملوا العلاقه بجد بقى، مش ده بيحصل؟ نسبه الخيانه ارتفعت عند الستات بشكل غريب جدا، وعلى فكره معظمهم زوجات مش مطلقات، لان المطلقه بتحافظ على نفسها، بتبقى عايزه تتجوز وعايزه عايزه تقيم حياه سليمه. لكن انت بتستغلي الكفر بتاع الجواز ده ان انت تعملي فيه كل حاجه، تروحي شغلك، تقعدي تهزري مع ده ومع ده، وتبقي لطيفه ولذيذه واموره وطعمه وحنينه وكل حاجه فيكي حلو. في البيت بقى انا تعبانه، تعالى والعيال، وبص انت مش شوف ابنك عمل ايه، بص شوف حصل ايه، وتكركبي الدنيا وطول الوقت اصل انا تعبانه، انا شايله مسؤوليات، انا شايله، انا عامله. لكن في الشغل ما انتيش شايله حاجه، في الشغل بتبقي كويسه قوي، على الفيس وانت بتكلمي راجل تاني تبقي هايله. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ اقول لكم بعد الفيس. الحل من وجهه نظري المتواضعه ان كل واحد فينا يقف مع نفسه دلوقتي. زي ما قلت لكم، بقول لكم دايما انا مش هقدر اصحح مسار حد الا اذا انتوا ساعدتوني، وكل واحد فيكم لازم يقف مع نفسه واقفه بصدق. انا صح ولا غلط؟ انا اهلي كانوا بيعملوا كده ولا لا؟ نمره واحد، ارجع لربنا، ارجع لربنا. انا مش هكلمكم بقى في الدين وهقعد اديكم فتاوي واديكم نصايح واقول لكم كلام يعني ما حدش مستحمل. اقف مع نفسك. انت بتصلي يا اخي، ده انت بتصلي وانت بتصلي، اقفي مع ربنا، استحضري من جواكي شعور الذنب ان انت بتخوني جوزك. روحي قولي له، اقفي اتطلقي منه، اتجوزي واحد تاني لو هو مش مكفيكي، انفصلي عنه لو هو مش مكفيكي. وعلى فكره انا مش هخرج الاهل من القصه دي، لان في قصه جات لي مأساويه. واحده كانت عايزه تتطلق من جوزها لانه ما بيشبعهاش في الموضوع ده تماما، وكانت بتعيط بتبكي بالدموع، وراحت لاهلها قالت لهم انا عايزه اتطلق. واهلها عشان هم يعني متشددين شويه قالوا لها ما عندناش طلاق، ما عندناش مش عارف ايه، لا ما فيش حاجه اسمها كده. وبالتالي خانته في علاقه كامله بره، وبعد كده اتعرف الموضوع، والست دي ماتت باي صوره بقى. ما يعني الاهل عليهم عامل. لو انت تعبانه روحي لاهلك، قولي لهم انا مش قادره استحمل. خليكي صادقه مع نفسك. وانت كمان لو انت مراتك مش مكفياك بجد، لو انت مراتك مش اتجوز، لكن ما تعملش حاجه غلط، ما تعملش حاجه حرام، ما تخونش. احنا اتكلمنا قلنا ان احنا نقرب من ربنا اكتر. على فكره انا بحس في حاجه مهمه جدا، انا بحس ان في رجاله وستات بياخدوا الموضوع ده عادي جدا، على فكره الموضوع ده في منتهى الخطوره، صدقوني. اوعوا تفتكروا ان الموضوع عادي جدا ان انت تعمل ده، ان ده اقل ضررا ان انت بتكتب، ان انت بتتكلم في التليفون. لا، خد بالك ان الموضوع ده بيتطور بعد كده، وخد بالك ان زي ما انت بتعمل او زي ما انت بتعملي داين تدان. اوعى تفتكر ان ربنا بيفوت، خد بالك.
اوعى تفتكر ان ربنا بيفوت. انا باكد عليها لتاني مره، لازم نقرب من ربنا اكتر، لازم يكون عندنا وعي اكتر من كده ثقافي، لازم نقرب من بعض احنا كازواج اكتر من كده، لازم نبص لاولادنا ان انا لو عملت كده وابني شافني هيبقى شكلي ايه قدامه، ازاي هقدر اربيه وازاي اقدر اقومه وازاي اعلمه ان الصح من الغلط. راجعوا نفسكم وافيقوا قبل ان تحدث كارثه. اوعى تفتكر ان الله لا يفضح عبده من اول مره، بس تاكد زي ما انت بتبقى خايف ان مراتك كده تشوفك، تاكد ان مراتك هتشوفك، وبعدين والبيت يتخرب وهتسيب لك البيت. على فكره حصل واحده بعتت لي قالت لي انا يعني مركزها كبير وكل حاجه وواحده يعني برضو مركزها كبير عرفت جوزها واقامت هذه العلاقه، الست عرفت وسابت البيت. طب وبعدين؟ وخراب البيوت ده كويس مثلا؟ انا مش عايزه، يعني الموضوع متشعب، الموضوع كبير. انا قلت لك لو مراتك مش مكفياك روح اتجوز، بس ما تقيمش علاقه حرام، ما تعملش حاجه ده غلط وحرام ودي كارثه. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا نسيت اقولها، وحاجه مهمه جدا فعلا. معظم الرجاله اللي بتسافر بره مصر وبتشتغل في دول عربيه بيعملوا علاقات وبيسيبوا مراتاتهم هنا. تاكد ان الزوجه هنا بتقيم علاقات، وانت كمان زي ما انت بتعمل بالظبط. انت بتبقى قاعد هناك بتخلص شغلك بتقعد ما بين 4 حيطان بتكلم في روحك، هتكلم مين؟ بتمسك الفيس وتقعد تشيط مع ستات عشان تريح نفسك، لانك بتقعد فترات طويله جدا في السنه بره مصر. وعلى فكره فكر في زوجتك، انت كل ده عشان فلوس، عشان الماده. زمان ما كانش بيحصل كده. خد بالك ان انت بعدك عن مراتك لفترات طويله لازم هي كمان تبتدي تفكر او تبقى تقع تحت تاثير اي كلمه حلوه. لو هي ست بتشتغل، لو هي ست ما بتشتغلش ممكن عن طريق الفيس تاكد ان اي كلمه حلوه هتقع تحت تاثير مهما كانت. ما تقوليش بقى ده من عيله واصلها متدينه لا لا لا، معلش انا بكلمك على الواقع. وامال الشيطان بيعمل ايه يعني في الدنيا؟ يعني ده العادي. فارجوكم اقفوا مع نفسكم. انا هجاوب على السؤال اللي انا سالته لكم الحلقه اللي فاتت، استنوني بعد الفصل. انا سالتكم انه هل الراجل بيتجاهل مشاعر زوجته وبيحاول اشباع رغبته وبس؟ ده بيحصل، معظم الرجاله كده. انا دايما بحمل الست حاجات كتير، لكن الراجل فعلا في الفتره ديت بيحاول يشبع نفسه بس. لا، انت لازم تقدم، قلت قبل كده وقدموا لانفسكم. لازم تقعد فتره تحضرها، وخصوصا لو هي عندها برود جنسي نتيجه للختان. طبعا كلنا عارفين الموضوع ان الختان ده شيء مش يعني غير مستحب اطلاقا. انا مش بدخل في حته الحرام والحلال والكلام ده، انا مش هتكلم فيه. انا بتكلم ان الست بيحصل لها برود جنسي نتيجه لهذا الموضوع، فما ينفعش ان انت يعني تشبع نفسك. طب هي تعمل ايه؟ على فكره مش قادره اوصف لك احساس المراه بيبقى عامل ازاي لو هي ما وصلتش لحاله الاثاره اللي هي المطلوبه او اللي هي عايزاها. حاله القرف اللي بتوصل لها، بتبتدي تبقى عصبيه جدا، وبتبتدي تتصرف تصرفات انت بعد كده بتحس ان هي ايه ده، الست دي بتعمل كده ليه؟ دي مجنون. لا، هي تعبانه، هي مش قادره توصل لمرحله انها ان انت بتشبعها، ان انت بتديلها اللي هي عايزاه. لازم تحضرها بطريقتك وبحنيتك وبكلامك الحلو، وتحسسها انها انثى بجد. وانت كمان مش قاعد هو مع واحد صاحبه، لازم تحسي في قرارة نفسك ان انت انثى، حتى لو في نوع من انواع البرود عندك. استحضري ده من جواكي، من مشاعرك، من قلبك، من احساسك. استحضري ده، حسي ان انت واحده ست بتتعاملي معاه، تدلعي عليه، قولي كلام حلو، خليكي يعني انثى بجد. انا خلصت الحلقه بتاعتي، وبتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لكم حاجه مفيده، وانا هستنى ارائكم فيها المره اللي جايه وتعليقاتكم. ويهمني جدا ان انتوا تتفاعلوا معايا بعد مشاهدتكم الحلقه دي.
انا مش هقدر اصحح المسار لوحدي، بمساعدتكم معايا. ان شاء الله الحلقه اللي جايه هلتقي معاكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب على قناتي على اليوتيوب، ما تنسوش تعملوا لي لايكات على الفيسبوك وعلى صفحتي على الفيسبوك. مع تحياتي منى ابو شقة.